عايزين رمضان بتاع زمان، عايزين الأيام اللي كنا بنستناه فيها كأنه عيد، كأنه ضيف غالي بنحبه وبيجي مرة واحدة في السنة. عايزين أول ليلة في رمضان لما كنا نطلع على السطوح نشوف الهلال. يمكن ما كناش بنشوف حاجة بس بنرجع فرحانين إن رمضان جه وشرفنا خلاص. عايزين المسحراتي، صوته اللي كان أحن من أي صوت، واللي كان يمشي في الشارع ويحسسنا إن الدنيا لسه بخير، وإن في حد صاحي في البرد ده مخصوص عشان يصحينا نتسحر. عايزين الفانوس القديم ده، وعايزين الشوارع اللي كانت هادية قبل المغرب، الهوا وهو داخل من الشباك بريحة أكل وأصوات أذكار ودعوات طالعة من قلوب صافية. عايزين أمهاتنا بتوع زمان اللي كانوا بيعملوا كل حاجة بإيديهم، وأمنا تضحك وهي تعبانة وتدعيلنا وهي مش هامها نفسها. عايزين نظرتها اللي كانت قبل الأذان بدقايق، النظرة اللي كلها طيبة كلها رضا كلها حب. عايزين ريحة الطبيخ وريحة الشوربة اللي كانت بتملى البيت، وريحتها كانت تسبقنا على السفرة قبل حتى ما نقعد. وصوت بقى الأذان وأول كلمة الله أكبر اللي كانت تفتح باب القلوب وباب كل حاجة. كنا نستنى الله أكبر دي بكل شوق. وأول بقى شربة مية اللي كانت بتروح معاها تعب اليوم كله، وساعتها نحس بالمكافأة اللي ربنا اداها لنا، وإن ربنا شايف ومقدر التعب اللي تعبناه في اليوم. عايزين سفرتنا القديمة دي اللي ما كانش فيها كتير بس كانت عامرة، يعني ما كانش فيها أطباق كتيرة وغالية بس كانت فيها بركة وفيها ضحكة وفيها لمة عمرها ما تعوض. عايزين ترتيل القرآن قبل الفطار، صوت الراديو، الناس وهي ماشية في الشارع رايحين يصلوا التراويح بعد الفطار، والهوا اللي كانت ريحته شبه ريحة السما. وعايزين كمان ليلة القدر، فاكرين ليلة القدر اللي كنا بنستعد لها ونقعد لوحدنا كده ونحكي لربنا عن كل حاجة. عاوزين الأيام اللي كان فيها ناس حوالينا، ناس راحوا بس ريحتهم لسه عايشة في بيوتنا في قلوبنا في ذكرياتنا. عاوزين لحظات كانت بسيطة بس علمتنا الرضا، علمتنا نحمد ربنا، علمتنا إن الخير مش في الكتير، الخير في القلب اللي بيحب واللي بيدعي واللي بيعفو. فاكرين كل حاجة زمان، فاكرين ذكريات زمان، كل حاجة عشناها زمان بالنسبة لنا ذكريات نفسنا نرجع لها. الذكرى ساعات بتداوي وبتحضن وبتقوي أكتر من وجود الناس نفسه. عايزين رمضان بتاع زمان يمكن نلاقي فيه نفسنا اللي ضاعت وسط الدنيا. عايزين نفتكر ذكرياتنا الحلوة اللي بتقوينا وبتخلينا قادرين نعيش في الدنيا، وخلينا عارفين ان في حاجة بتفرحنا وعارفين ان احنا داخلين على فرحة اسمها فرحة رمضان. عايزين نفتكر كل ذكرياتنا زمان، اي حد عنده ذكرى حلوة حصلت له في رمضان يكتبها لنا، ونفرح سوا بذكرياتنا الحلوة في رمضان اللي احنا بنسند نفسنا عليها. كل ما الدنيا تضيق، يعني كل ما الدنيا تضيق علينا بنفتكر ذكرياتنا وأيامنا الحلوة والناس الحلوة اللي كانوا عايشين معانا. ربنا يرحم أمواتنا جميعا يا رب اللي كانوا معانا في رمضان، أبهاتنا وأمهاتنا وعيلتنا وجدودنا وكل الناس اللي حضروا معانا رمضان وعملوا معانا ذكريات حلوة في رمضان. يا رب ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. وما تنسوش في الزحمة اللي احنا فيها دي إننا لازم نفتكر الناس دي وندعي لهم لأنهم مستنيين دعائنا. افتكروا كل لحظة عدت معاهم، كل ذكريات حلوة عدت معاهم، كنا عيال صغيرة وفي ناس عدوا علينا في حياتنا كده كده بذكرى حلوة وكلام حلو وذكريات، يعني ايه، مواقف حلوة. ما تنسوش الناس دي، لازم ندعي لهم كل فترة، لازم نفتكرهم ونتذكرهم ونعرف انهم محتاجين للدعاء، محتاجين ان احنا نفتكرهم وندعي لهم. يا عالم اللي طالعين دلوقتي هيفتكروا الناس اللي ماتوا من زمان دول ولا لا؟ فلازم ندعي لهم كتير عشان نلاقي احنا كمان اللي يدعي لنا. ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. وانا بتكلم عن رمضان وذكريات رمضان زمان كده دايما بفتكر زي واحنا عيال صغيرين، يعني جيل التمانينات والتسعينيات والحاجات دي كانوا مرتبطين جدا ببرامج التلفزيون بتاعت الأطفال في رمضان. يعني كان عندنا بوجي وطمطم، وكان عندنا سلاحف النينجا، وكان عندنا الكاميرا الخفية كنا برضو بنحبها. حاجات كده معينة مرتبطة عندنا وذكرياتنا كده في رمضان. وبعد ما كبرنا شوية كان في ايه، المغامرون الخمسة،
التتر بتاعها معروف وتحس إن هو كده يعني مميز لرمضان، أول ما نفتكره بنحس برمضان. بكّار طبعًا، أول ما بنسمع بكّار بنفتكر الفطار وبكّار وهو شغال على فطار رمضان. حاجات كده كنا إحنا كأطفال مرتبطين بيها وذكرياتنا مرتبطة بيها في رمضان. يعني فاكرين إن سلاحف النينجا دي كانت بتيجي بعد الفطار بشوية، دول جيل التمانينيات بقى اللي هيفهم اللي إحنا بنقوله ده، اللي هم كانوا يعني إيه، هي كانت في التسعينيات بس بتوع التمانينات هم اللي كانوا بيحضروها، يعني كان عندهم 10 سنين كده بتاع لمّا كانت بتتعرض. كانت بالنسبة لنا دي يعني صايمين طول النهار ودي مكافأتنا بقى، نقعد بقى نسمع سلاحف النينجا كده وحلقة حلوة ومش عارف إيه، وبعدها الكاميرا الخفية. كانت حاجات بسيطة وكان التلفزيون فيه حاجات بسيطة، مش زي دلوقتي نت وبرامج كتير وتلفزيون وبرامج كتير ومسلسلات وأفلام وحاجات ما لهاش أي تأتين لازمة. كانت هي برنامج أو 2 للأطفال، إحنا مرتبطين بيهم وبنحبهم، وكانوا كلّهم حاجات حلوة، بيعلّمونا حاجات حلوة وكلّهم حاجات كده إيه، تفيد مش تضُر، مش زي دلوقتي خالص. حاولوا دلوقتي تربطوا ولادكم برمضان بحاجات تانية، ما تسيبوهمش للنت ولا التلفزيون. المسلسلات اللي ما لهاش لازمة اللي بتتعرض في التلفزيون، طبعًا ما لهاش أي لازمة إن إحنا نتفرّج عليها ولا نخلّي ولادنا يتفرّجوا عليها. يا ريت أصلًا نقفل التلفزيون خالص في رمضان، ما نبقاش مرتبطين بيه ولا برامج فيه ولا لأ، ده إحنا هنسمع ده دلوقتي والّا الساعة كام والّا. خلّوا ولادكم اليومين دول بالذات في ظِل إن في حاجات كلّها بتدمّر الأطفال، إن إحنا ما نسمعش الحاجات دي في التلفزيون. رامز ومش رامز والكلام الفاضي ده، ابعدوا ولادكم عن الحاجات دي كلّها تمامًا. كل الحاجات دي بتدمّر الأطفال، بتدمّر الأطفال وبتدمّر ثقافتنا وبتدمّر كل الحاجات بتاعتنا زمان اللي إحنا كنا عايشينها. إحنا كنا بنقول أيوه التلفزيون والحاجات دي عشان كان التلفزيون هو كُلّه 3 قنوات و وما بيجيبش غير هو 2 برامج أطفال ومسلسل واحد في رمضان وخلاص الموضوع انتهى. مش زي دلوقتي إن في 15 مسلسل على كل قناة، وفيه برامج تافهة وهايفة كتير، بيخلّوا الأطفال دماغهم أصلًا مشتتة، وإحنا جايين رمضان علينا وإحنا في دراسة ومذاكرة، ما حدش فاضي للحاجات دي. فما تخلّوش ولادكم يرتبطوا بالكلام الفاضي ده، عشان يطلعوا من رمضان كده وهُم يحسّوا إنها أيام مميزة، مش أيام مميزة بالمسلسلات والأفلام، أيام مميزة بالحاجات الحلوة اللي إحنا بنعلّمها لهم وبنقولها لهم والأذكار الحلوة اللي بنعلّمها لهم، وفطار رمضان وروح رمضان والحاجات الحلوة اللي في رمضان، كل دي أحسن من التلفزيون. ما تسيبوهمش فريسة للتلفزيون ولا النت. اللهم بلغنا رمضان وإحنا في أتم صحة وأفضل حال، اللهم آمين. تعبان وحاوينا الدرجة